من قمة العبث والإهانة إنك تخلي مصطفى شلبي اللي الزمالك رماه، أو أقول لك باعه يا عم بلاش رماه، يحفل عليك ويحتفل باحتفال القوس والسهم ويهديه لنادي الزمالك بعد الماتش، مطلع الراجل مبسوط ومستقنيص ودماغه ايه زي الفل. الاهلي يا جماعه بيضيع فرصه مهمه جدا، بيضيع 3 نقاط مهمين جدا لحصولك على الدوري المصري. للدرجه دي مهمين؟ الدوري السنه دي مولع زيه زي الدوري الانجليزي، مش في قوته لا، في التنافس عندك 2 بينافسوك واعلى منك في النقاط بفرق. طب تعال اقول لك ايه اسباب ان الاهلي بتضيع نقط الفتره دي، وكمان هقول لك افضل 3 لعيبه واسوأ 3 لعيبه، وفي الاخر هقول لك مشكله امام عاشور ايه حلها وايه اللي وصلنا له. وقبل ما اقول لك كل التفاصيل عايزك تصلي على النبي، ولو انت مش متابعني ما تنساش تتابعني عشان يجيلك كل جديد، ويا ريت تعمل شير عشان الحلقة دي توصل لكل الناس، ولايك لايك لايك، ويلا بينا نبدأ. اول حاجة خليني اقول لك اسباب هزيمة النادي الاهلي. هتقولي الاهلي ما اتغلبش، اقول لك لا، كونك انك تتعادل مع فريق في المركز التاسع دوت هزيمه، ضيعت منك نقطتين. النقطه دي ما فرقتش قوي يعني، عشان بس ما نروحش ونيجي، انت كده سلمت البيراميدز يعني خدي نفس انت وسيراميكا كليوباترا. انا ما اعرفش سيراميكا كليوباترا لغايه دلوقتي المركز الاول ازاي، ما علينا مش موضوعنا. تعال اقول لك الاسباب اللي خلت النادي الاهلي يتعادل مع البنك الاهلي ويخسر نقطتين. اول سبب فيهم هو التغييرات الكبيره اللي بيعملها المدرب في الخطه. طب المدرب بيغير ليه؟ من مزاجه مثلا؟ مجنون صح عايز يغير؟ لا، دوت هيخلينا نخش للسبب التاني، ضغط الماتشات الكبير قوي على النادي الاهلي بمعدل ماتش كل يومين، كل يومين 3 بالكتير هتلاقي النادي الاهلي بيلعب ماتش. طيب السبب الثالث طبعا ضعف مستوى الشناوي. الشناوي بعد الاصابه بقت عنده عقده نفسيه، اللي هو يفرد ايده ويعمل التراي ويفردها ويقع عليها، هو خلاص خايف، جات له عقده. الشناوي عايز يحافظ على نفسه، اللي هو رجلي في الملعب لغايه كاس العالم اللي جاي وشكرا على كده، ودوت بيضر النادي الاهلي. السبب الرابع الاصابات وغياب امام عاشور. عندك ياسر ابراهيم متصاب من ضغط الماتشات، وعندك كمان زيزو اتصاب في اول الماتش شد عضلي من اجهاد الماتشات، وعندك امام عاشور غايب. امام عاشور اللي كان بيقدم لك كرة نظيفة، والغياب دوت مستحق 100% والعقوبة 100%. انا عايزك تكتب لي انت رايك في الكومنتات، هل في اسباب تانية ادت النادي الاهلي يظهر بالمظهر ده ولا لا؟ ندخل على النقطة اللي بعد كده، افضل 3 لعيبة في ماتش الاهلي والبنك الاهلي. من وجهة نظري في المركز الثالث، ولا مفيش مركز ثالث، هما 2 بس عندك اللي لعبوا في الماتش ده. المركز الثاني فيهم بن شرقي، الراجل عمل اللي عليه، الراجل اصلا بيلعب في بداية الماتش مش في مركزه، فعمل اللي عليه. حتى لما اتنقل واخد بعضه راح الناحية الثانية قدم اداء افضل من اللي كان بيقدمه في اول الماتش. اما طبعا الراجل الوحيد اللي كان بيلعب عندك وكل رجولة، افضل واحد في النادي الاهلي في الماتش دوت هو تريزيجيه. تريزيجيه الفترة دي بيلعب برجولة والحمد لله نفسيته من احسن ما يكون، بس ايد لوحدها ما تسقفش يا معلم. واكتب لي رايك في الكومنتات، في لعيب كان افضل من تريزيجيه ولا لا؟ تعالى بقى اقول لك اسوأ 3 لعيبه في ماتش الاهلي والبنك الاهلي. من وجهة نظري في المركز الثالث بن رمضان. بن رمضان يا جماعه كان جاي ماتش واحد اعاره، ماتش بورتو، من بعديها ما بيلعبش. تساله السبب يقول لك اصل انا مش متاقلم ومش مرتاح في القاهره. طب نعمل لك ايه يا باشا؟ نخليك تتدرب في بلدك وتيجي على الماتشات، ولا نعمل لك ايه؟ انا بجد مش فاهم السبب دوت او العذر دوت. من وجهة نظري النادي الاهلي لازم يتخلص منه. تاني اسوأ واحد يا جماعه هو احمد عيد. احمد عيد اللي انا مش فاهمه النادي الاهلي اشتري ليه، وانت عندك في مكانه لاعب في الناشئين اسمه الاسيوطي، والله لو كان لاعب كان عمل اداء احسن منه. ده بجد اللي دلك على اللاعب ده ظلمك. طبعا في المركز الاول الشناوي زي ما قلت لك من شويه راحت عليه خلاص. الشناوي بقت عنده عقده نفسيه وبقى بيخاف يعمل التراي من بعد الاصابه، خايف يتصاب. الراجل بايه؟ بيلصم نفسه لكاس العالم. هتقول لي طب المدرب بينزله ليه؟ هقول لك المدرب حاجه بقى من جوه النادي الاهلي، كان الفتره دي كان بيلعب هو ماتش وشوبير ماتش على اساس ايه؟ اختبار او تنافس ما بينهم، واللي هيبقى احسن هو اللي هيكمل. بس خلاص انا بقول لك من عندي الاختبار ده انتهى لصالح شوبير. شوبير هو اللي هيبقى الاساسي الفتره الجايه. انت اكتب لي في الكومنتات، في لعيبه اسوأ من 3 دول في الماتش ده ولا لا؟ نيجي عند النقطة الأخيرة، موقف إمام عاشور. العقوبة اللي خدها إمام عاشور سواء بالفلوس أو الإيقاف أو عدم اللعب عقوبة ممتازة 100%، وأتمنى من إدارة النادي الأهلي ما ترجعش فيها، لأن أي حد يغلط لازم يستحق العقاب.
تمام، هتقول لي طب ما هو مقصّر مع النادي الأهلي، أقول لك إمام عاشور يقصّر مع أي حد، إمام عاشور هو اللي بيلاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، هتقول لي للدرجة دي؟ أقول لك إمام عاشور بيقدّم حاجة ما حدش في مصر بيقدّمها غيره، هو الوحيد اللي بيعرف يربط صح بين خط الدفاع وخط الهجوم، وينقل لك الكورة صح ويلعب لك كورة هجومية من العمق من نُص الملعب بطريقة أوروبية 100%. إمام عاشور عامل زي الإيه، الماتور في العربية. يعني أنت متخيّل؟ هتقول لي طب يعني نعمل إيه، نسمع كلامه؟ لأ ما نسمعش كلامه، بس لازم على الأقل يكون عندك بديل نُص مستوى إمام عاشور، لكن ما يبقى هتقول لي بين رمضان، أقول لك بين رمضان ده إن شاء الله الشهر الجاي ييجي رمضان، غير كده ما جاش رمضان، أنا مش شايفه. واكتب لي رأيك في الكومنتات، أنت شايفين إمام عاشور يستحق العقوبة دي والّا لأ؟ وما تنساش تتابعني يا معلم، ولو الحلقة عجبتك اعمل شير ولايك، وبس كده.